بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة النور. هنحكي مع بعض في فيديو النهاردة رؤية جميلة جدا، وهي رؤية انتقال الملاك الجميل مريم ماهر للسماء. ومريم ماهر كانت صديقة القديسة الجميلة فيلومينا. حكت الرؤية ديت كريستين مرات أخوها، وبتحكيها من ساعة الحادثة ما حصلت. الرؤية دي بتوصل رسالة لكل الناس، بتقول إن السما حقيقية ومفيش أجمل منها، وإن المسيح عايزنا معاه في الأبدية، ويا بخت اللي يعيش معاه العمر كله. كمان صداقة القديسين جميلة ومفرحة وحقيقية، وربنا بيكرم اللي أكرموه في حياتهم وجاهدوا وحفظوا نفسهم من شرور العالم. شوف مع بعض في الفيديو تفاصيل رؤية انتقال مريم ماهر. بتحكيها كريستين مرات أخوها، بتقول إن هما كان يوم 10/8 كانوا مسافرين لشرم الشيخ. كانت وقتها مريم كانت في ثانوية عامة وجابت مجموع حلو قوي، فهم كانوا فرحانين بيها وحبوا إن هما يروحوا يحتفلوا بيها، فراحوا الرحلة دي. بتحكي كمان إن وقت الحادثة ده كان حوالي كده 10 الصبح. بتقول وهما ماشيين كانوا خلاص على قرب ما هيوصلوا، يعني ما كانش لسه بدري ولا حاجة، فهي زي اللي كانت مغفلة شوية. فبتقول إن السواق كان ماشي على سرعة عالية جدا، وفجأة لما العربية ظهرت قدامه ما كانش عارف يتفاداها، وبسبب السرعة العالية فحصل إن العربية اتقلبت بيهم كذا مرة. بتقول كمان إن وقت ما العربية اتقلبت هي كانت فاكرة إن هي عمالة تنادي على الست العذراء وعلى ماري جرجس، ونادت عليهم كذا مرة. ولما طلعت من الميكروباص بتقول إن هي ما كانتش فاكرة أي حاجة، ولا فاكرة الناس اللي حواليها، ولا عارفة هي مين ولا اللي حواليها مين. بتقول إن هي شبه كانت فاقدة الذاكرة تماما، بس كانت صاحية، بس ما هيش عارفة هي مين ولا مين اللي حواليها. وبتقول كل اللي هي كانت فاكراه وقت الحادثة إن هي شافت ماما العذراء وماري جرجس كانوا معاها. بتقول ماما العذراء جات شالت الميكروباص خالص كأنه ما كانش موجود على الأرض، وجات وقومت مريم من على الأرض وقالت لها يلا يا مريم قومي. وبتقول في ثانية واحدة كانت هي والعذراء وماري جرجس ومريم فجأة لقوا نفسهم في مكان كأنه زي سحاب. وبعدين لقت ماما العذراء بتكلم مريم وبتقول لها أنا عارفة إن انتي زعلانة علشان ما جبتيش المجموع اللي كان نفسك فيه في ثانوية عامة، ولكن ليكي فرح عظيم. وقالت لها كمان فيلومينا هتلبسك وهتجهزك. وبتقول بعدين لقوا بنوتة جميلة قوي شكلها حلو قوي جاي، وجات لها وقالت لها مسكتها من ايديها وقالت لها احنا من دلوقتي يا مريم هنبقى اصحاب. طبعا البنوتة الجميلة اللي جات لها دي هي القديسة فيلومينا. فبتقول ان مريم فرحت قوي قوي، لان مريم بتحب دايما ان يكون ليها اصحاب وبتحب الناس كلها. وبالمناسبة كمان ان مريم كانت شفاعتها وحبيبتها القديسة فيلومينا كانت بتحبها قوي، وهم ما اكتشفوش ده غير بعد ما تنيحت مريم. فرحت قوي مريم، قالت لها بجد يا فيلومينا هنبقى اصحاب؟ قالت لها ايوه يا مريم هنبقى اصحاب. وفي ثانية واحدة بتقول ان هي لقت مريم لابسة فستان ابيض جميل، وبعدين فيلومينا لبست مريم على راسها تاج جميل قوي كده. بتقول ان هو كان في منتهى الجمال، بتقول في جمال ما شافتش في جماله قبل كده. وبتقول ان هي لقت مريم فرحانة قوي وعمالة تنطط وتلف وتقول لها بصي انا شكلي حلو ازاي وجميل. وبعدين جات ماما العذراء وقالت لها يلا يا مريم علشان تدخلي. بتقول كان في زي بوابة كده على اليمين اتفتحت، وهي بتقول ان الباب ده كان شكله مختلف خالص عن البيبان اللي عندنا، بس هي شايفة ان في باب، ولما اتفتح لقت فيه نور كده، وكأنه النور طلع في وش مريم ونور وشها كده، وهي مريم كانت فرحانة قوي قوي. بتقول ان هي عمرها ما شافت سعادة في وش حد قد السعادة اللي شافتها في وش مريم في الوقت ده. بتقول لقت مريم ابتسمت كده وكانت فرحانة جدا جدا، وجت هي بصت لماما العذراء قالت لها طب وانا يا ماما العذراء؟ قالت لها لا انت لسه مش دلوقتي. بتقول ان هي لما شافت ماما العذراء وقتها كانت لابسة شال ازرق غامق، وبتقول جلابية نبيتي، هي بتقول مش متذكرة قوي. وبتقول ان ماما العذراء كانت جميلة جدا، وان هي يمكن ما شافتش حد بالجمال اللي كانت ماما العذراء فيه. قد ايه ماما العذراء كانت جميلة قوي.
وبتقول كمان ان هي لما شافت مرجرجس كان بشنب كبير زي اللي في الصور كده، وكان لابس لبس زي لبس الجندية كده زي الصور بالظبط، وكان حاطط ايده على السيف بتاعه على اليمين. وبتقول كمان ان مرجرجس في الرؤية دي كان واقف ساكت، ما قالش اي حاجة خالص، بس هو كان موجود. بتقول كمان ان هي ما كانتش فاكرة اي حاجة خالص من اللي حصل في الحادثة غير الرؤية الجميلة اللي هي شافتها دي، لان هي كانت شبه فاقدة الذاكرة. كان فضلت فقدها لحد الساعة 3، لانها ما كانتش فاكرة اي حاجة ولا اللي حواليها لمدة معينة. بتقول كمان ان هي وقت ما كانت بتحكي الحكاية الرؤية ديت هي ما كانتش عارفة اي حاجة ولا عارفة اللي حواليها مين، كانت فاقدة الذاكرة تماما. بتقول انها كانت في مرة بتحكيها في عربية الاسعاف، ومرة تانية بتحكيها للناس اللي حواليها وهي مش عارفة هم مين. وعرفوا بعد كده ان ليه ماري جرجس في الرؤية ده كان ساكت. هو كان عايز يوصل رسالة معينة لحد معاهم في المستشفى، كان عايز يوصلها في الوقت ده، كان وقت مناسب، بس هي ما قالتش ايه هي الرسالة. هي كمان بعد ما خلصت الرؤية الجميلة بتقول حاجة حلوة قوي، بتقول للناس ان هي مش عايزة حد يخاف من الموت خالص. الموت ده حاجة جميلة جدا، مش بتحسوا بيها. بمجرد ما بتغمض عينك بتفتح عينك تلاقي نفسك على لقاء يسوع، بتفتح عينك على القديسين، على حاجات حلوة قوي، تفتح عينك على السماء. كمان بتقول إن المسيح حاجة حقيقية، وإن السما دي حقيقة مفيش أجمل منها، وإن الحياة أبدية جميلة جدا. بتقول كمان إن الأرض دي قصيرة قوي، ما تستاهلش إن إحنا نتمسك بيها، وإن إحنا نتمسك بالمسيح وبالسما وبالحياة الأبدية. بتقول كمان إن مريم دي كانت ملاك فعلا، وكانت بنوتة جميلة جدا، وإن هي في السما يا بختها طبعا بالسما. وعلى قد ما هم فرحانين طبعا بان هي في السماء ملاك حلوة قوي، على قد طبعا ما فراقها صعب بالنسبة لهم. ربنا يعزي قلوبهم ويصبرهم ويصبر كل المجروحين. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم.